ازيكم يا صحابي عاملين ايه؟ بقيت بتأخر على الفيديوهات، ايوه انا عارفة، بس ثواني خدوا قلبي ده البنات اللي زي العسل اللي بقوا يتابعوني. كنت قاعدة كتير بفكر اعمل لكم فيديو عن ايه، وجات لي الفكرة ويلا بينا وهفهمكم كل حاجة. وزي ما انتوا شايفين دي كرتونة رينج لايت، كنت جايباها استعملها معاكم في الفيديو النهاردة عن لوحة الأهداف. ايه الكلام ده؟ طبعا الحاجة ديت منتشرة جدا فحبيت ان انا اجربها. دي بتكون لوحة للإلهام، بتحطوا فيها كل الحاجات اللي بتلهمكم او الحاجات اللي انتوا عايزين تحققوها في السنة الجديدة او عموما، وطبعا بتتعلق فوق المكتب بعد ما بتعملوها عشان تفكركم وانتوا بتذاكروا الحاجات اللي انتوا عايزين تحققوها، ومهما تواجهكم صعوبات تفتكروا انتوا بتذاكروا ليه او بتشتغلوا ليه، ويكون هدفكم على طول قدامكم. ويلا تعالوا اقولكم انا عملتها ازاي. اول حاجة بتجيبوا اي كرتونة انتوا مش عايزينها او مركونة. انا كان عندي كرتونة رينج لايت فاستعملتها، شلت الاطراف، بعد كده بتغلفوها بقى باي ورق او اي شكل انتوا عايزينها. هنا بقى جبت الصور بتاعتي اللي انا جهزتها. طبعا بتجهزوا الحاجات اللي هتحتاجوها، بتدوروا على صور تعبر عن اهدافكم، مثلا خدوا صور من النت او من مجلات عندكم في البيت، او مثلا لو انتوا حابين تعملوا اللوحة على الكمبيوتر او اللابتوب تقدروا تستخدموا البرامج اللي انا هظهرها لكم ديت. برامج هتسهل عليكم كتير وفيها افكار ملهمة. ممكن برضو تكتبوا كلمات تحفيزية، تدوروا على جمل ملهمة على النت وممكن تكتبوها بخط ايدكم او تطبعوها لو حابين. بعد كده هتجهزوا الادوات زي ما انا جهزتها، كرتون زي ما انا شرحت لكم واللزق بتاعكم، ولو حابين تحطوا الوان هتصمموا اللوحة بتاعتكم، هترتبوا الحاجات اللي انتوا جمعتوها زي ما دلوقتي بتفرج على الصور وبشوف هحط ايه ومش هحط ايه. جماعة انا هبقى سنيور 2025 ان شاء الله، ادعولي بالتوفيق ويا رب كلنا نحقق كل الحاجات اللي نفسنا فيها. حبيت طبعا ان انا احط صورة تعبر عن ده، مش عايزة اقول لكم ده من احسن الفيديوهات اللي انا عملتها. حسيت بمشاعر كتير متداخلة، حقيقي لازم تجربوها، هتحسوا بسعادة كده غريبة وهتفرحوا وانتوا بتعملوا كل خطوة فيها. هنا بقى ابتديت ان انا الزق الصور واحط كل الحاجات اللي انا مجهزاها، مش شرط حاجات عايزين نحققها، حاجات حابين نشوفها. وطبعا لوحة الالهام ملهاش اي لازمة من غير سعي، يعني ما تعملوهاش كده وتستنوا معجزة ان كل احلامكم تتحقق، لازم تسعوا، لازم تشتغلوا على نفسكم، بلغوا في احلامكم وامانيكم، ليها رب يحققها. احنا كل اللي علينا ان احنا نسعى ونتعب ونشتغل على نفسنا، النتيجة مش بتاعتنا، بتاعت ربنا. احنا نركز في الحاجات اللي احنا نقدر نعملها، حطوا هدفكم قدامكم واسعوا ان انتوا تحققوه. ابعدوا عن المشتتات، ممكن المشتتات ديت تبقى على هيئة مثلا المسلسلات اللي انتوا بتحبوا تتفرجوا عليها، او الخروجات، او التليفون اللي في ايدكم اللي انتوا عايشين فيه اكتر ما انتوا عايشين في الواقع. ممكن برضو المشتتات تكون على هيئة اشخاص، مش شرط ان هي تكون حاجات مادية، لأ. ازاي؟ ممكن يكون على هيئة اشخاص بيمنعوكم، بيعرقلوا طريقكم لتحقيق الهدف اللي انتوا عايزينه، ناس سلبية، ناس بتسحب من طاقتكم، ناس بتقلل ثقتكم في نفسكم، ناس سامة، اصدقاء مزيفين، علاقات سامة. نفضوا حياتكم من كل حاجة مزيفة ومن كل المشتتات. ابدأوا السنة بطريقة صح، حطوا وجهة وطريق تمشوا عليه، ما تسيبوهاش كده بالصدفة، لان مفيش معجزة هتنزل وتعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. خلوا كل هدف انتوا عايزينه بمهلة او بمدة زمنية محددة، ما تسيبوش الوقت مفتوح، لان طالما انتوا مش لازمين نفسكم بوقت معين تحققوا فيه الحاجة عمركم ما هتحققوها، وتفضلوا تمطلوا وتأجلوا عمل اليوم للغد، وفي الآخر تستغربوا ليه مش بتعرفوا تحققوا الحاجات اللي انتوا عايزينها. قراراتك دلوقتي هي هتحدد شكل مستقبلك هيكون عامل ازاي، عشان كده ادي السنة ديت كل اللي عندك من جهد وإصرار وعزيمة. ده مش سن الراحة، ده سن السعي، بس ركزي على نفسك ودي السنة ديت كل اللي عندك. دي شوية نصايح أنا نفسي طبقتها ونفعتني. معلش كل شوية بجري وبروح واجي، تقريبا كنت بنسى حاجات.
معلش استحملوني. هنا بقى وصلنا ان احنا بنحط الصور، وكده اكون خلصت لوحة الالهام. قولولي ايه رأيكم؟ ده شكله. اتفرجوا بقى. عاوزة اقول لكم ان في صور كتير انا نسيت احطها، كنت مستعجلة وحطيتها بعد الفيديو. بجد النتيجة النهائية كانت عجباني قوي ومشاعر كتيرة وانا بتفرج عليها. وهنا بقى كنت بتفرج على اللوحة، بجد عجبتني جدا وتجربة ممتعة. ويلا تعالوا شوفوا النتيجة النهائية. لا ده انا عادي لما حاجة تعجبني. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا باي.